السلام عليكم البنات، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى يا ربي لا فيديو ديالي اليوم يلقاكم نتوما في اتم الصحه والعافيه. اليوم غادي نحضر معكم رغيفه ديال البنات بطريقتي الخاصه، نتمنى يا ربي ينالوا الاعجاب ديالكم. واللي دخل القناه ديالي لاول مره ما ينسانيش من الاشتراك ومن تفعيل الجرس باش دائما توصل بالجديد. يلا البنات بسم الله، غادي نبداو دابا بالمقادير اللي غادي نحتاج انا باش نحضر هاد الرغيفات. عندي هنايا الفينو، وعندي دقيق ابيض فورس. كيف ما شفتوا عملوا نتوما الكميه اللي بغيتوا. انا هنايا عملت زلافه ديال فينو وجوج لايف ديال الدقيق. عندي شويه د المليحه وشويه د الخميره، وكنعمل معلقه كبيره ديال حليب مجفف. صافي البنات، دابا غادي نضيف الخميره وغادي نضيف الملحه ونعمل معلقه ديال الحليب مجفف. صراحه الحليب مجفف كيزيد يعطي الرغيفات ديالنا كيجيو فتيين، صراحه ما كيجيوش كيتجبدوا بحال كيجيو فتيتين صراحه. المهم جربوهم وان شاء الله يا ربي تردوا عليا في التعليقات. وغادي نضيف لهم هنايا العسل، معلقه د العسل في عوض نعمل انا السكر باش يتحمروا. صافي كنعمل معلقه د العسل، معلقه كبيره هكاك. صافي كتعطينا ديك التحميره لهذوك الرغيفات ديالنا كيجيو محمرين. كيف ما شفتوا البنات، هنايا عندي الماء دافي اللي غادي نعجن به العجين ديالي. غادي ندلكم مزيان، حاولوا تدلكوهم ما تخافوهمش بالماء. انا ما عملتلهمش الماء بزاف صراحه، خليتهم شويه، كنخليهم انا شويه تقالي من الماء، كنخليهمش خفافين، كنطلعش العجينه خفيفه. صافي غير كندلكها مزيان صافي، نخليها تطلق بوحدها، كنخليها مده حتى كترتاح ليا. عاد كنبدا نسرح الرغيفات ديالي باش ما العجينه كتساعدني ما كتقطع لياش ملي كنكون كنطلقو. ودابا البنات غادي ندهن ديك العجينه ديالي بالزيت. صافي وغادي نخليها ترتاح. شحال ما ارتاحتي البنات شحال ما مزيان. والله الا راني عجنتها قبل خليتها ارتاحت مده، عاود شكلتها كويرات وخليتها عاود ترتاح باش ملي كنكون كنطلقهم كيساعدوني. دابا البنات كيف ما شفتوا هي من بعد ما ارتاحت ليا مزيان صافي كيتضاعف الحجم ديالها. غادي نخوي من هذاك الهواء اللي فيها صافي. ودابا غادي نشكلها كويرات. ودابا البنات ملي قطعت العجينه ديالي كامله كويرات صغارين صافي غادي نخليهم يرتاحوا مره اخرى، ومن بعد نرجع لكم باش نشكل الرغيفات ديالي. ودابا البنات كيف ما شفتوا هما زادوا ارتاحوا الكويرات ديالي، زاد ضعف الحجم ديالهم، زادوا طلقوا. غادي نحتاج هنايا فينو، غادي نعمل معاه شويه ديال خميره كيماويه باش الرغيفات ديالنا كيجيو مورقين. وغادي نحتاج الزيت، وبطبيعه الحال الزبده انا كنستعمل ديك الزبده هذيك نباتيه. ودابا يا البنات صافي دابا غادي نبدا نشكل الرغيفات ديالي. راه السيدات المغربيات ما شاء الله كلشي كيعرف يحضر الرغايف. صافي البنات كما شفتوا انا ملي كنطلقوا مزيان غادي ندهنهم شويه ديال الزبيده، ومن بعد غادي نرش عليهم فينو
اللي عملت معاه شويه ديال الخميره كيماويه. وصافي البنات نبقى نرغي في الرغيفات ديالي حتى نكمل الرغيفات ديالي كاملين. وغير في الاخر كنبدا باللي اللي رغفتها هي الاولى، هي اللي كنبدا بها، هي اللي كنطيبها. ودابا البنات ملي كنسالي وكنطلق الرغيفات ديالي كاملين كيف ما شفتوا، غادي ناخذ اللي بديت بها هي الاولى، اللي طلقتها هي الاولى، هي اللي غادي نعملها الطيب. دابا يا البنات كيف ما شفتوا راني دقيت على الرغيفه الاولانيه، صافي رش شويه ديال زويته في الطاجين اللي غادي نطيب فيه في المقله. ايوا صافي البنات واحد شويه عاودوا قلبوها باش كتحمر من جوج جوايه. صافي دابا ملي غادي نقلبها راني دهنتها بشويه، رشيت عليها شويه ديال الزيت. كيف ما شفتوا البنات الرغيفه كتجي من الداخل ما كيجيوش مدقسين نهائيا. كنتمنى طريقتي تكون نالت الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوها. وكيف ما شفتوا يا البنات هذه الرغيفه الثانيه، ها نتوما كتشوفوا راه كيجي مورق غزال، ما كيجيش مدقس نهائيا. صراحه هذاك فينو اللي كنضيف عليه شويه الخميره الكيماويه صراحه كيخلي الرغيفات ديالنا كيجيو مفروقين، ما كيجيوش مدقسين من الداخل. صافي البنات غنبقى ماشيه بحال هكا حتى كنكمل ديك الكميه اللي عملت كامله. واللي بغى يعملهم وحده في قلب وحده صراحه هما كيجيو غزلان. المهم انا عملتهم هكا وحيده بوحيده وصغيورين، انا ما كيعجبونيش كبارين. طبيعه الحال اللي بغى يعملهم كبارين راه غادي يعملهم كبارين. هذه هي اللمسه الاخيره يا البنات. كيف ما شفتوا الرغيفات جاو كيشهيو، والله يا البنات جاو لذاذين وجاو مفروقين، ما جاوش مدقسين نهائيا. المهم انا هي ديك شكر راسو بالغلو السلام. المهم البنات بارطاجيو فيديو مع الاصدقاء والاحباب، وما تنساونيش بلي لايك ديالكم وبالتعاليق الرائعه والمحفزه اللي كتخليني دائما كنزيد القدام. وجزاكم الله الف خير.